بخصوص يعني مباراة سيراميكا بين الأهلي وفرع الأهلي، يعني معروف أن لعيبة الأهلي كلهم يلعبون في سيراميكا، في تبادل لاعبين، إعارات، انتقال لاعبين. فهذه يعني المباراة هاي راح تكون. وحتى رئيس النادي في تصريح شهير له قال أنا الأهلي لو طلب عيني أعطيه، يعني فما بالك في 3 نقاط. ف3 نقاط هذه شيء بسيط. طيب. أمام عين رئيس النادي. طيب شكرا. لعب سيراميكا كليوباترا مع الأهلي. بتشجع الأهلي؟ بص الماتش ده بالذات اللي يكسب فيه أنا مبسوط فعلا. الاثنين ده النادي بتاعي وده النادي بتاعي. فاللي يكسب فيهم احب اتفرج على فنون كوره. احب اتفرج على لعبه جميله. الجمهور عمل اللي عليه وخلص التذاكر، وفي استاد المقاولين مش في استاد القاهره كمان، يعني مالكش حجه. سيراميكا غايب منه 11 لاعب، العب بقى يا عم وخلي عندك دم. يعني عايز اقول لك لو مش هتلعب عشان خاطر ده، العب عشان خاطر نفسك، علشان خاطر شكلك بقيته مسرحيه للي يسوى واللي ما يسواش. الجمهور هيساندك من اول دقيقه لاخر دقيقه، دعم، مسانده، تشجيع. دورك انت بقى. يا خبر اسود ومنيل، وانا اقول لجمهور الاهلي ازاي بس على الكارثه بتاعت ماتش سيراميكا. بصراحه كده انا عندي ليكم اخبار حلوه واخبار وحشه. فيهم بقى ايه؟ غياب 3 لعيبه عن مباراه سيراميكا، وكمان عندنا عوده 2 لعيبه، زائد كمان خبر حلو هيفرح كل جمهور النادي الاهلي. بس قبل ما ابتدي واقول لك على الكوارث، ما تنساش تعمل لنا لايك الجميل والفولو المتين وتشير الفيديو ده لكل اصحابك. عزيزي الاهلاوي، خدها قاعده في حياتك، بما ان الاهلي داخل على ماتشات مهمه اللي هم ال6 ماتشات بتوع الدوري دول، يبقى اكيد عنده غيابات وعنده اصابات. اما بقى بالنسبه للخبر اللي هيفرح جمهور النادي الاهلي، ركز كويس قوي في المقوله اللي هقولها لك دي. مصائب قوم عند قوم فوائد. للاسف سيراميكا كليوباترا بيعلن غياب 11 لعيب من القوام الاساسي لفريق سيراميكا كليوباترا. ده معناه ايه؟ اقول لك ان دي كارثه في سيراميكا كليوباترا، ولكن عند النادي الاهلي هتكون فوائد ان شاء الله. النادي الاهلي هينزل مباراه سيراميكا دي اللي هيكون عنده غيابات، فاعتقد ان المهمه بقت اسهل. انت متخيل ان جمهور النادي الاهلي بقوا فرحانين ان المنافس بقى عنده غيابات عشان تقدر تاخد ال3 نقط؟ ده ما ينم فينم على فشل كروي وفشل اداري وفشل فني كمان. ان شاء الله المباراه تعدي على خير والنادي الاهلي يفوز على سيراميكا وياخد ال3 نقط. انا مش عايز اكتر من 3 نقط. انتوا بقى اكتبوا لي في الكومنتات توقعاتكم لمباراه الاهلي والسيراميكا. تفتكر الاهلي هيقدر يعملها ويفوز على سيراميكا بسهوله، ولا سيراميكا ممكن يبقى عنده راي تاني بعد الشر ولا حاجه؟ احب بس افكرك واقول لك ان كل مباريات النادي الاهلي اللي جايه في الدوري هي مباراه كؤوس، لا بديل عن الفوز ولا بديل عن ال3 نقاط. الاهلي لو تعثر لا قدر الله في اي مباراه منهم هنقول باي باي الدوري. يا حمشان المستر يلعب هلا لعبتها ترتك يا راشد، تسكيله عن الثاني تركي محمود الثاني، لكن المره دي الكابتن عبد الله سيد عبده يلعب لمحمود الثاني، الا عالي عبد الله البدايه اكثر من 5 شباب زي ما انت عايز فيه. نجم الاتحاد الى قبل النهائي اوكا، الى قبل النهائي عبد الله الرحمن عنده راي ثاني، مجنون الكوره كفى المفروض كفى حمصة عدى حمصة وتصيبه حمصة. السلام.